في قرية صغيرة موجودة بين جبلين كبار، كلها ضلمة، لا فيها كهرباء كويسة ولا شبكات موبايل، حتى العربيات نادر جدا توصل لها. اللي يروحها بيحس إنه خرج من الدنيا كلها ودخل حتة بره الزمن. البيوت هناك بسيطة جدا من طوب وطين، الشوارع مليانة تراب، والهدوء بيسيطر على المكان طول النهار. لكن لما الليل يجي القرية بتتبدل، لأن في حاجة مرعبة جدا بتحصل كل ليلة. بعد نص الليل بالظبط القرية كلها بتبدأ تسمع صرخات عالية متقطعة، كأن في ناس بتتعذب أو بيتحرقوا وهم عايشين. الصوت بيبدأ بعيد وبعدين يقرب لحد ما تحس إن اللي بيصرخ واقف عند ودنك. الأهالي هناك بيقولوا إنهم اتعودوا على الصرخات، لكن الحقيقة مفيش حد بيتعود على الرعب ده. الستات بتقفل الشبابيك كويس، والرجالة بيحطوا قفال على البيبان، والأطفال بيستخبوا تحت الغطا ويرتعشوا من الخوف. شيوخ القرية بيحلفوا إن اللي بيحصل ده مش طبيعي. من مئات السنين القرية دي حصل فيها مجزرة، جيش غريب هجم عليهم، قتلوا الرجالة والستات حتى الأطفال، سحلوا الجثث ورموا أغلبها في بير كبير في نص القرية. ومن يومها والصرخات دي ما بتسكتش. بيقولوا إن دي أرواح الضحايا لسه محبوسة ولسه بتتوجه، وكل ليلة بيصرخوا عشان حد يسمعه، بس مفيش حد قادر يخلصه. في الخمسينات مجموعة شباب جامعيين قرروا يعملوا مغامرة ويباتوا ليلة في